السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. وحشتوني جدا جدا جدا. اتمنى ان انتوا تكونوا بافضل حال. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا يا جماعة، وفي ناس كتير جدا بتتضايق وتتعصب منه. هو فعلا موضوع يعصب ناس كتير جدا، واللي هو ان كل واحد مش مخلي نفسه في حاله. كل واحد يا جماعة بقى باصص في عيشة التاني بطريقة فظيعة جدا جدا، بجد والله العظيم. يعني ناس كتير جدا عايشة حياتها بالستر ربنا، بس الظاهر للناس التانية ان هم عايشين عيشة ما بعدها عيشة. فتلاقي دايما عينه راشقة في عيشته. مثلا وات ايفر، اي حد مثلا مسافر يقول لك ده بص مسافر وهيبقى على قلبه قد كده، ما بيبصوش للغربة، وان هو بعيد عن عياله، وان هو بعيد عن مراته، وان هو في المناسبات مش معاهم ومغترب لوحده، وحاجات كتير جدا 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 في قصة السفر ديت. الناس ما بتبقاش حاسباها ولا عامله لها حساب، وبيبقى اكتر حد متضرر فيها العيله اللي بعيد عن بعضها. لكن الناس ظاهريا من بعيد شايفينهم ياما هنا وياما هناك، ايه عواقبها وايه يعني ضررهم عليها محدش بيبقى عارفها غير الاسره ذات نفسها، الاب والام والاولاد. والام بتبقى شايله كل حاجه وشايله عبء كبير جدا جدا عليها، في حين ان الزوج مسافر ومش موجود. والزوج الله يعينه بيبقى مغترب وعنده مسؤولياته كتير كتير هناك. فالله يعين كل واحد على حاله. فياريت ما نبصش لعيشة حد، ونتأكد كويس ان احنا والله العظيم واخدين ال 24 ايراد بتوعنا اللي ربنا كاتبهم لنا على اكمل وجه. بس احنا بس ياريت نقول الحمد لله ونرضى بعيشتنا عشان ربنا يزيدنا، وما نبصش في عيشة حد. عشان دايما يا جماعة اللي بيبص لعيشة حد زي ما انتوا عارفين بتحرم عليه عيشته، عمره ابدا ما بيبقى مرتاح في عيشته ابدا، ولا بيبقى يعني مرتاح خالص، عشان هو دايما باصص للاخرين، ودايما يقول اشمعنى انا وهو لا، اشمعنى انا حظي كده وهو حظه كده. انت مش عارف هو ربنا عمل كده فيه ليه، وعمل انت فيك كده ليه. فدي ارزاق ربنا موزعها، محدش ابدا ليه فيها دخل. ورزقك هتاخده، ولو فين هيجيلك. فياريت نخلينا في نفسنا شوية ونراعي بعض. ولما تشوف حاجة حلوة عند حد، مفيش حاجة أبدا إن أنت تتمناها لنفسك، بس ما تحسدهوش عليها. يعني تقول مثلا ربنا يكرمه ويزيده، ونفسي أبقى أنا مثلا عندي الحتة ديت، نفسي أنا أبقى عندي كده، يا رب كرمني زي ما كرمته. ما نبصش بعين الحسد والحقد يا جماعة، عشان الناس دي هي اللي بتتضرر من عينيكوا، وهي اللي بتتضرر من حسدكوا. وانتوا في الاخر ما بتستفادوش حاجة لما بتحسدوهم، ولا غناهم هيقلل منكم ولا فقرهم هيزيدكم انتوا. يعني كل واحد بيبقى ربنا مقسمها معاه، وبتبقى والله العظيم ماشية بفضله وحمد ربنا. طول ما بتحمدوا ربنا هيزيدكم ان شاء الله. وفي ناس كتير والله العظيم بتبقى في المستشفيات، وكمية ناس تعبانة، ربنا يا رب يشيل عنها ويعفي عنها. أقسم بالله المستشفيات ما بقاش فيها مكان تخشه من كتر الزحمة. الناس تعبانة فوق ما تتخيلوا، وأمراض والله العظيم ما حد يتحملها. ويجي واحد ويقول لك ده بص عربيته عاملة ازاي، ده بص شقته عاملة ازاي. طب ما هو بيتعالج في مرض انت ما تقدرش تتحمله. انت ما تبصش لعربيته وهو اساسا عنده في اللي مكفيه وبلاوي زرقاء محدش يتحملها. هو ربنا مديله على قد ما هو يتحمل، لو اداك انت والله العظيم عمرك ما تتحملها ابدا. فياريت لما تبص لحد وتحسده على حاجة، تعرف الأول هي جاية منين وجاية ازاي. حتى لو حد جاب شقة جديدة، لو حد جاب عربية جديدة، انت تعرف ان هو ممكن يكون بيدفع لها قسط ومش عارف ياكل ويشرب بسبب العربية دي، مثلا عايز يشتغل عليها. بتعرف ان الشقة ديت جايبها بالعافية عشان كان هيطرد من شقته الأولانية. كل حاجة يا جماعة بتبقى ليها سبب. فياريت ما نبصش لبعض في عيشتنا واحنا مش دريانين باللي ورا البيبان مخبية كتير جدا جدا جدا. ما نبصش لحد في عيشته ونخلينا في نفسينا. ما يمكن ربنا يرزقنا لما نركز في نفسنا وندعي لنفسنا بصلاح الحال. ليه نبص في عيشة حد ونتمناها لينا؟ الله أعلم هي عيشته إيه، يا تاخدها كلها بقى بمرضها بتعبها بغربتها بمرتها،
يا تسكت وتخليك في حالك، عشان الناس بقت والله العظيم على آخرها، وكل واحد عيشته بقت يعني كل الناس والله العظيم عيشتها بقت فيها اللي مكفيها، مش مستاهلة حد كمان يبقى باصص في العيشة وناقرها وعايز ابقى زيك وخلاص. لا، مفيش حد هيبقى زي حد، ولا حد هيبقى افضل من حد ولا احسن من حد بالبص او بالعافية. هي ارزاق وربنا مقسمها لك، عمرك ما هتبقى زي حد ولا حد هيبقى زيك. هي دي حاجة بتاعت ربنا، احنا ملناش يد فيها. فعشان كده بقول لكم نسيب كل واحد في حاله، وما نقعدش نحسب لبعض، وما نقعدش نعد على بعض الحاجات، عشان ده مش هيعود عليك غير بالتعب وبالتفكير النفسي، وفي الاخر مش توصل لحل، لان دي ارزاق وربنا موزعها. استودعتكم في رعاية الله وأمنه، في فيديو جديد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.